السلام عليكم، اهلا بيكم. فيديو النهارده هنعمل شنطه كبيره، شنطه للمصايف اتطلبت مني في التعليقات. الشنطه دي معموله بثلاث الوان، تقدري تنفذيها باي لون انت عايزاه. هنا معموله بخيط الكردون، انا هنفذها بخيوط السلسله. طبعا تنفذيها بخيط الكردون او خيط الكليم او خيوط المكرميه المصري. طبعا ما انصحش خيط الكليم عشان بيبقى تقيل في الشغل. لو اول مره تشوفي قناتي، انا قناه كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. انا هنا هستخدم قاعده دائريه للشنطه، وهستخدم هنا خيط مكرمة سلسلة مصري. الخيط ده بيجي شلات اسمه رودوكس، وممكن تستخدمي شلات طبعا ملفوفة، ملفوف بالشكل دوت. وممكن تستخدمي الشلات اللي انت هتلفيها لسه. طبعا الخيوط اهي هي عبارة عن 2 ملي. انا هنا هستخدم ابرة 5 مليمتر ألمونيوم. نبدأ اول حاجة عشان نعمل الشنطة او القاعدة الدائرية، هنعمل لفة سحرية او دايرة سحرية. هرتفع سلسلة بالشكل ده، هعمل داخل الدايرة 6 غرز حشو. اول غرز حشو، ولازم اعلم اول غرزة. انا هنا هشتغل الدايرة هنا او القاعدة الدائرية هشتغلها حلزون. انا هعمل 6 غرز حشو، واهم حاجة لازم تستخدمي الماركر معانا في الشغل. هقفل هنا الدايرة بالشكل ده شوية، مش هقفلها للاخر عشان اقدر انفذ السطر التاني بسهولة. انا هنا هشتغل في اول غرزة حشو. انا هنا مش هقفل السطر زي ما اتفقنا، هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده. وطبعا منساش اعلم اول غرزة بالماركر عشان اعرف بداية السطر، لان احنا هنشتغل حلزوني. في نفس المكان هشتغل غرزة حشو كمان، يعني هعمل تزايد. وطبعا هنا السطر التاني هشتغل تزايد في جميع الغرز. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2 غرزة في نفس المكان، وفي كل غرزة هشتغل فيها 2 غرزة. هعمل تزايد في جميع الغرز. اخر السطر هيتبقى معايا 12 غرزة حشو. انا هنا خلصت السطر التاني، وهبدأ اقفل بقى الدايرة كويس جدا بالشكل ده. هشيل الماركر. في اول غرزة هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان. هاخد معايا خيط البداية تحت السطور او تحت الشغل بالشكل ده، وهعلم اول غرزة انا اشتغلتها في نفس المكان هشتغل فيها غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة واحدة بس. الغرزة التانية هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان. يبقى السطر التالت انا هشتغل غرزة حشو وغرزة تزايد، غرزة حشو وغرزة تزايد. هتبقى معايا لاخر السطر 18 غرزة حشو. هنا السطر رقم 3، السطر رقم 4. هشيل هنا الماركر، وهشتغل في اول غرزة غرزة حشو، وهعلم بالماركر اول غرزة. هشتغل الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، والتزايد هنا هيكون معايا في تاني غرزة، في تالت غرزة هشتغل فيها 2 غرزة في نفس المكان. يبقى السطر رقم 4 التزايد هيكون في الغرزة رقم 3. هشتغل 2 غرزة حشو بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في غرزة رقم 3. هتبقى معايا اخر الدور 24 غرزة حشو. هشتغل بنفس الطريقة لاخر الدور. انا هنا خلصت السطر وجيت للسطر رقم 5. هشيل الماركر. في اول غرزة هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان، وهعلم اول غرزة بالماركر. التزايد بقى هنا في السطر ده هيكون في الغرزة رقم
4. انا هنا هعمل 2 غرزة 3 غرزة ورا بعض بدون اي تزايد، غرزة حشو، واللي بعدها هتكون غرزة حشو، واللي بعدها هتكون غرزة حشو، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 4. 2 غرزة حشو في نفس المكان. هنهي الدور هنا سطر رقم 5 ب30 غرزة حشو. همشي بنفس النظام لنهاية الدور. التزايد هيكون في الغرزة رقم 4. خلصت السطر رقم 5، كانت بقى معايا 30 غرزة حشو. هشيل الماركر. سطر رقم 6 هشتغل اول غرزة حشو، وهعلم اول غرزة بالماركر، هشتغل في الغرزة اللي بعدها 2 غرزة حشو في نفس المكان. انا هنا بحاول اغير اماكن التزايد عشان ما يعملش معايا شكل سداسي. سطر رقم 6 التزايد هيكون في الغرزة رقم 5. انا هنا هعمل 4 غرز ورا بعض بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 5. غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 5. 2 غرزة حشو في نفس المكان. نهاية الدور هيكون معايا 36 غرزة حشو. انا جيت هنا لنهاية السطر رقم 6 هشيل الماركر. في اول غرزة هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان. منساش اعلم اول غرزة بالماركر. التزايد هنا هيكون في الغرزة رقم 6، يبقى السطر رقم 7 التزايد هيكون في الغرزة رقم 6. هعمل 5 غرز ورا بعض بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 6. طبعا هنهي الدور ب 42 غرزة حشو. السطر رقم 7 هيكون معايا 42 غرزة حشو. هشتغل بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. انا جيت هنا خلصت السطر رقم 7. هبدأ بقى اشيل الماركر. هشتغل في اول غرزة حشو، وهعلمها بالماركر، وهشتغل في اللي بعدها غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها غرزة حشو. هعمل تزايد في الغرزة رقم 4 عشان اغير اماكن التزايد بالشكل ده. هنا هشتغل 6 غرز بدون اي تزايد، والتزايد هنا هيكون في الغرزة رقم 7. يبقى السطر رقم 8 التزايد هيكون في الغرزة رقم 7. وطبعا لنهاية الدور هبدأ اشتغل 6 غرز ورا بعض بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 7. هتبقى معايا في نهاية الدور 48 غرزة حشو. انا هنا خلصت السطر رقم 8 وبقى معايا 48 غرزة حشو. هشيل الماركر. تمام. انا كنت طبعا بغير في كل سطر في بداية الدور مثلا بغير اماكن التزايد. تمام كده. هبدأ اشتغل في اول غرزة غرزة حشو، هعلمها بالماركر بالشكل ده. هشتغل في الغرزة رقم 2 غرزة حشو واحدة بس. هعمل هنا تزايد في الغرزة رقم 3. طبعا زي ما انا قلت لكم انا في بداية الدور بحاول اغير اماكن التزايد عشان الدايرة ما تجيش معايا شكل سداسي. تمام. وبعد كده بنشتغل بالتزايد العادي لكل سطر. انا هنا السطر رقم 9 التزايد هيكون معايا في الغرزة رقم 8. تمام. هشتغل 7 غرز حشو بدون اي تزايد، وبعد كده في الغرزة رقم 8 هشتغل فيها الحشو. طبعا بكرر
في الغرزة رقم 8 اشتغل 7 غرز بدون تزايد. في الغرزة رقم 8 هتبقى تزايد لنهاية الدور، وهنعد الغرز معانا، هتكون معانا 54 غرزة حشو في السطر رقم 9. هخلص لنهاية الدور. انا خلصت هنا السطر رقم 9 وكان معايا 54 غرزة حشو. هشيل الماركر هنا، هبدأ اعمل هنا في اول غرزة 2 غرزة حشو في نفس المكان. هعلم اول غرزة بالماركر. في السطر رقم 10 التزايد هيكون معايا في الغرزة رقم 9. تمام، يعني هعمل 8 غرز ورا بعض بدون اي تزايد، والتزايد هيكون معايا في الغرزة رقم 9، ونكرر. يبقى 8 غرز ورا بعض بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 9. يبقى نهاية الدور في السطر رقم 10 هيكون معايا 60 غرزة حشو. هكرر لنهاية الدور. انا هنا خلصت السطر رقم 10 وكان معايا 60 غرزة حشو. هبدأ هنا اشتغل في السطر رقم 11. هشيل الماركر، هشتغل اول غرزة حشو غرزة حشو، وهعلمها بالماركر. هشتغل غرزة حشو الغرزة اللي بعدها، واللي بعدها غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو. انا هنا هعمل تزايد في الغرزة رقم 5 طبعا عشان احاول اغير اماكن التزايد. تمام، وبعد كده في الدور ده السطر رقم 11 التزايد هيكون في الغرزة رقم 6، يعني قصدي الغرزة رقم 10. يبقى انا هنا هعمل 9 غرز حشو ورا بعض بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 10. في نهاية الدور هيتبقى معايا 66 غرزة حشو. انا وصلت هنا، خلصت السطر رقم 11 وصلت للسطر رقم 12. هشيل الماركر، هشتغل في اول غرزة حشو، هعلم الغرزة بالشكل ده. والغرزة رقم 3 غرزة حشو واحدة بس. هشتغل تزايد في الغرزة رقم 4. هعمل هنا تزايد في الغرزة رقم 4 طبعا زي ما احنا متفقين في البداية، بس بنغير اماكن التزايد، بعد كده نشتغل التزايد الطبيعي للسطر. طبعا احنا هنا في السطر رقم 12 التزايد هيكون في الغرزة رقم 11، يعني هعمل 10 غرز ورا بعض بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 11. هيبقى نهاية الدور معايا 72 غرزة حشو. انا جيت هنا لنهاية الدور رقم 12، كان معايا 72 غرزة حشو. هشتغل في اول غرزة غرزة حشو واحدة بس، وهبدأ اعلم الدور السطر معايا. في الغرزة رقم 2 هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان. تمام،
هبدأ بقى في السطر رقم 13. التزايد هيكون معايا في الغرزة رقم 12، يعني هعمل 11 غرزة بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 12، وهكذا ونكرر. تمام. نهاية الدور هيتبقى معايا 78 غرزة حشو في نهاية السطر رقم 13. الساعة كام؟ 6. حاسب يا انا هنا خلصت 13 سطر. طبعا انا مقاس الشنطة يعني مقاس الدايرة يعتمد على حجم الشنطة. انا هنا 13 سطر عملوا معايا 20 سنتي. طبعا الخيط بيختلف معانا، يعني ممكن لو خيط عريض معاكي ممكن تحتاجي تعملي بس 9 سطور. تمام. انا هنا 13 سطر عملوا معايا 20 سنتي، ممكن استكفي كده، بس انا هعمل سطر كمان عشان انا عايزاها 22 سنتي، الدايره يكون معايا 22 سنتي. تمام. هعمل سطر كمان، السطر رقم 14 التزايد هيكون في الغرزه رقم 13، يعني هشتغل 12 غرزة حشو بدون اي تزايد، والتزايد هيكون في السطر في الغرزة رقم 13. هيخلص معايا الدور ب84 غرزة حشو. انا هنا خلصت القاعدة بتاعتي، وده كده القاعدة مناسبة معايا. هبدأ بقى اشتغل في جسم الشنطة. في جسم الشنطة عشان اشتغل جسم الشنطة طبعا برضو بعلم اول السطر، عشان انا مش هشتغل حلزوني. عشان اشتغل جسم الشنطة انا هشتغل بدون اي تزايد. انا بقى هلف الدايرة كلها بنفس اللون الخيط بدون اي تزايد. آه هشتغل مثلا ارتفاع 10 سنتي على حسب الخيط اللي معاكي. تمام. هشتغل ارتفاع 10 سنتي، مثلا عملوا معايا 10 سطور، عملوا معايا 12 سطر، هنرتفع 10 سنتي او 12 سنتي. هشتغل لحد ما ارتفع بجسم الشنطة بالشكل ده. انا هنا اشتغلت 11 سطر من اللون الكحلي. طبعا هنا اشتغلت يعتبر 10 سنتي. هوقف شغل باللون الكحلي، وان شاء الله الفيديو القادم هنبدأ نشتغل في باقي الشنطة ونغير الالوان، ونعرف ازاي الطريقة المناسبة لتغيير الالوان وان شاء الله هنعرف برضو طريقة تركيب يد للشنطة. لو لسه مكملة معايا لحد هنا ياريتك تدعميني باشتراك ولايك، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.